فرصة خطيرة رحيم يكون رحيما بأنصار رشا رياضي سفيان. جول عرضية المحتى الراسية، محاولة خطيرة راسية تمشي جانبية عن مرمى حيث يتحمل المسؤولية أنس الزيتي. لم يتمكن من بعد دخول كثيرا للمغرب التطواني وقاده للتتويج بلقبين لاعب الدولي السابق في المنتخب الوطني. كرة أخرى لفريق الفتح الرباطي، فرصة خطيرة واسفي الجديدة. واليوم في مباراة العاصمة الرباط 3-3 خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. عند التمرير محاولة رشاوية خطيرة تسديدة. الموسم الماضي مشات طويلة أمامية في العمق، محاولة رشاوية وخروج عبر الناشية اليسرى لياسر الجريسي العرضية مشراطي بعدما ضغط الرجاء في نصف ملعب الفتح. تمشي عبر الناشية اليمنى، محاولة من شديد عرضية، فرصة للفتح الرباطي. جول كبيرة عرضية منه، البحث عن الراسية. جول. يقولون الرغبة هي نقطة البداية لكل إنجاز عظيم، ورغبة أبناء العاصمة بداية قوية على حساب الكبير الرجاء الرياضي. تمر جانبا سجل الفتح الرباطي بلمسة أنيس سالتو. وجد في عبد الشيء كبيرة عرضية منه، البحث عن الراسية بين مالونكو لكن بعيدة. بين مالونكو في ثاني كرة من جانب بين مالونكو، فرصة خطيرة. ركلة جزاء لفريق الفتح الرباطي، وقع في المحظور أنس الزيتي بعد التدخل حسب القرار الحكم. وماذا يقول؟ خطأ. يقول خطأ. نشوفوا ذا وركلة جزاء بالفعل. يقول ركلة جزاء، لاحظوا الانسلال هنا، التدخل واش كان خطأ. كم يؤشر بذلك رضا لاجوج. فرصة الهدف الثاني. جول. هي البداية وحسن البداية، أهداف وانتصارات. هي بداية رائعة من جانب الفتح الرباطي بهدفين، والهدف الثاني من نقطة الجزاء. من انتبهوا محاولة مشت نحو إلى السعداوي، فرصة رشاوية عرضية. مرة أخرى يضيع بين مالونكو مالك أندومتو يحرك الحال خط نشوفه كذلك من خلال بناءاته. كذلك الجولة الثانية ركلة ركنية سفيان رحيمي عرضية منه إلى الحافظ في العمق، محاولة خطيرة رشاوية، فرصة العرضية، فرصة تضيع للرجاء الرياضي. وقبل ذلك ارفع الراية الحكم المساعد، ارفع الراية من اجل تقديم الامدادات. هذه عرضية راسية بين مالونكو، فرصة خطيرة رشاوية، تسديدة. حكم المباراة ماذا يقول؟ ركلة جزاء لفريق الرجاء الرياضي بالفعل. هكذا اشار الحكم بعد الكرة. هل كان هناك عملية مس كم لمس؟ ماذا قال؟ ماذا شاف الحكم؟ ماذا تبع الحكم؟ من جانب سفيان حمير يكون رحيما بانصار الرجاء الرياضي سفيان. جول. أول الغيث في حملة الدفاع عن اللقب في موسم يرفعون فيه شعار لا تراجع من ارتباك حاصل في اللقطة الأخيرة عبر سفيان رحيمي، عرضية أمامية، فرصة خطيرة. مرت جانبا مرة أخرى بين مالونكو في رابع كرة تصل بين مالونكو، تصل هذا المرة والتدخل من شديد التغطية. كرة لبين مالونكو في هذه الجولة الأولى. كرة أخرى رشاوية تدبر سريدة هناك كبيرة سددها. رائعة كانت من عبد الجليل جبيرة الصاروخية جو تمر فوق مرمى الحارس محمد أمسيف، اختار التسديد من بعيد لكن الكرة لم تكن موطنة. الرجاء الرياضي إمكانيات كبيرة بالنسبة لهذا اللاعب. هذه كرة عرضية، تغطية متابعة بين مالونكو، فرصة خطيرة متابعة من الحارس وضع التسلل. يرفع الراية الحكم المساعد. كان في وضع شيء الكثير في قمة العاصمة هنا بملعب مولاي الحسن بين الفيس بين الفريق العاصمي الفتح الرباطي وبين الرجاء الرياضي. إذا الجولة الأولى تنتهي بهدفين مقابل واحد. كان سباقا للتسجيل أنيس سالتو اللاعب الدولي الليبي بلمسة جميلة، ثم بعد ذلك سالتو، ثم جاء الهدف الثاني من توقيع اللاعب رضا لاجوج. في المقابل الرجاء الرياضي قلص الفارق من نقطة الجزاء في حدود دقيقة 38 والموقع هو سفيان رحيمي. 3 أهداف قلت حصيلة تهديفية مشجعة بالنسبة للجولة الأولى في انتظار الجولة الثانية التي تنطلق في هذه اللحظات. يا أستاذ السيد، الجولة الأولى
يستثمر اي كره في المقابل. الرجاء وجد الحل كذلك من نقطه الجزاء. التسديده ارضيه بين يدي الحارس حافظ مستر اسيست تسديده وتمريره خطيره في اتجاه بين مالونغو. قراءه رائعه من طرف الحارس محمد مسيف. يتحرك الرجاء الرياضي باسل يلعب عبر الناحيه اليسرى. ماذا يقول حكم مباراة؟ خطا لفائده فريق الفتح الرباطي. يتوصل كورتو يلعب هذا الشبكه بين مالونغو. فرصه رجويه خطيره العرضيه ربعت عن التمر. فرصه جول 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 جول. هدف التعادل من جانب سفيان رحيمي. هكذا كان يتمنى الرجاء. عقلية الريمونتادا تحضر لفريق الأخضر في مباراة اليوم. أشرت بذلك. هل يفعل الرجاء الرياضي مرة أخرى؟ هل يفعل بهدف ثالث؟ العرضية الراسية فرصة جانبية. فرصة لبين مرة يبحث عن الهدف الثالث. عرضية يفتح لها بطريقة شميلة. فرصة التحضير البحث عن التسديدة. جمالية الهشمة وجمالية الفتح الرباطي. هدفين مقابل هدفين. ركلة ركنية ملعوبة للفتح الرباطي راسية لكن فوق مرمى وسط الميدان. عودة من زريدة أمامية للرجاء. تسديدة تسديدة عبد الإله الحفيظي ومتابعة محفيز. التنفيذ عبر الاشياء اليمنى. تلعب مقوسة من الشعبي. متابعة من الحارس أنس السنيتي. الرباطي محسن متولي من جديد. عرضية متولي بعيدة لفائدة من دائما عناصر الرجاء الرياضي لسفيان رحيمي. يرفع الراية وقاده للتتويج بلقبين لاعب الدول السابق في المنتخب الوطني. الرسالة أكيد فيها عديد قلت التعابير وعديد الإشارات بعد الهدف الثالث الذي سجله الرجاء الرياضي. وهي لمسة. شوف اللمسة وشوف التمريرة وشوف كيف تمكن من تسجيلها بلمسة. حصيلة 5 أهداف. إذن الكرة تلعب فتيشة من عبر الاشياء اليمنى. ملعوبة لفائدة الفيس. محسن متولي ترجع لدفاع الرجاء الرياضي لعبد الرحيم الشاكر. وصلت إيرس السيتي. أنس إلياس السرعوني. الكنترول كان لأنيس سالتو ثم نوفل السرعوني ولكن سدد. إذن كان منتظر دخول كريم الهدف المسجل في مرمى فريق الرجاء. 3-3 حصيلة 6 أهداف. ماذا القمة وماذا الحصيلة؟ تابعنا حصيلة قلت 7 أهداف في مباراة الأوسفي والجديدة واليوم في مباراة العاصمة الرباط 3 مقابل 3 خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. لاحظوا يتحمل المسؤولية أنس السيتي. لم يتمكن من بعد دخول كريم.